كل يوم في مصر بتتم مئات الصفقات لعقارات ما بين عقارات جديدة في كومباوندات فاخرة وما بين عقارات ريسيل في أماكن متوسطة وبرضه في أماكن فاخرة. وفي ناس بتقول اشتري الجديد أضمن وتريح دماغك إن أنت أول حد بيتعامل مع المطور وبيمتلك العقار، وفي حد تاني بيقول اشتري ريسيل هيبقى اوفر ليك. والحقيقة ان مفيش حد صح وحد غلط، ولا في استراتيجية بتناسب كل الناس، ولكن في حد بيعرف يختار المناسب ليه وحد لا. وفي الجزء ده من الكورس بتاعنا هنتكلم على ازاي تعرف اذا كان المناسب ليك ان انت تشتري عقار جديد برايمري من الشركة بشكل مباشر ولا تشتري ريسيل. وفي البداية خلينا نتكلم على تعريف بسيط يعرفنا ايه هو العقار الجديد وايه هو الريسيل. ببساطة العقار الجديد هو عقار سواء جاهز او تحت الانشاء انت بتكون الملك الاول من المطور، والعقار الريسيل سواء تم استلامه او لسه برضه تحت الانشاء هو عقار تم امتلاكه لناس تانية قبلك، ممكن يكون شخص او اكتر من شخص. والسؤال دلوقتي امتى اشتري عقار مباشر من المطور؟ اولا لو بتدور على سكن او استثمار للمستقبل، وثانيا لو عندك القدرة ان انت تدفع مقدم واقساط ومعكش كاش كبير تدفعه مرة واحدة في الأول، وكمان لو عايز سكن لنفسك بدون ما تدخل في تفاصيل كتير خاصة بنقل الملكية، أو كنت بتستثمر في منطقة من المناطق، أو كنت بتستثمر في منطقة أو مدينة من المدن الجديدة، أو كنت بتشتري لأول مرة وعايز تتعامل مع المطور علشان تضمن حقوقك وتتجنب التفاصيل الكتير اللي بتكون موجودة في الريسيل. بس عايزك تخلي بالك ان في عقارات كتير على الورق، فلازم تكون عارف ازاي تقيم المشروع. ولو مش عارف تعمل ده ازاي ارجع للفيديو اللي كنا بنتكلم فيه على العقارات تحت الانشاء. اولا لو عايز تحقق عائد سريع من الايجار، لان الريسيل لو تحت الانشاء بيبقى استلامه قرب، ولو جاهز فتقدر تأجره على طول. وكمان لو كنت بتدور على سعر أقل من سعر السوق في الوقت الحالي، ده بتلاقيه متوفر في الريسيل، ولكن بشرط إن يكون معاك كاش كبير. وكمان لو كنت من الناس اللي بتفضل المناطق القديمة عن المدن الجديدة بيبقى الريسيل أفضل في الحالة دي. وكمان الريسيل أفضل ليك في حالة إن أنت بتعتمد على الاستراتيجي اللي أنت تشتري عقار وتجدده أو تشطبه وتعمل له إعادة بيع. والسؤال دلوقتي اعمل ايه اما اتحط في مقارنة ما بين عقارين، واحد جديد وواحد ريسيل؟ اول سؤال لازم تسأله لنفسك هو انا بشتري ليه. اما بتحدد هدفك انت بتشتري بغرض السكن ولا ان انت تأجر ولا ان انت تعمل اعادة بيع في المستقبل، ده بيساعدك ان انت تحدد اختيارك اكتر. وتاني سؤال، هل انا متعامل مع الصيانة للعقار نفسه ولا لا؟ لو الإجابة ممكن العقار الريسيل لو قديم وكان عايش فيه ناس قبل كده يكون مناسب ليك. لو الإجابة لأ، فالعقار الجديد بيبقى أكتر راحة في الوقت ده بالنسبة لك. والسؤال الأهم، هل أنا مستعد أستنى ولا محتاج العائد من استثماري ده فوري؟ لأن لو مستعجل على العائد هيكون الريسيل هو الأفضل ليك، ولكن لو عندك القدرة إن أنت تستنى وتحصل على نمو اكبر هيكون العقارات الجديده والبرايمري من الشركه مباشر هي الافضل ليك. واخر سؤال واللي بيحدد لنا خريطه الطريق لينا هو الميزانيه بتاعتي تسمح بايه. لو انا عندي مبلغ كاش كبير في الاول فالريسيل هيكون افضل ليك، لكن لو انا عندي القدره ان انا ادفع مقدم ومحتاج تسهيلات في السداد فساعتها بيكون العقارات الجديده هي الافضل لينا. ولو قررت ان انت تشتري حاجة ريسيل ليها مالك قبل كده او اكتر من مالك، ما تنساش ترجع لمحامي متخصص علشان يساعدك في الاجزاء القانونية لانها بتكون مهمة جدا في التوقيت ده. فالخلاصة لو انت معاك كاش كبير الريسيل ممكن يبقى افضل ليك، لو انت مستعجل الريسيل ممكن يكون افضل ليك، لو انت عندك القدرة ان انت تدفع مقدم واقساط فالعقارات الجديدة هي افضل ليك. لو انت بتفكر في المستقبل بشكل افضل وعايز تعمل محفظة عقارية ضخمة بتسهيلات في السداد هيكون العقارات الجديدة هي الافضل ليك. والحقيقة ان مفيش اجابة سحرية ولا في اجابة
نموذجية، لكن في إجابة بتناسب ظروفك أنت الحالية. فلو أنت فاهم هدفك وحاسب الميزانية بتاعتك كويس ودارس السوق اللي أنت داخل عليه كويس، هتعرف تاخد القرار المناسب. وده دوري إن أساعدك تفهم وتعرف إزاي تعمل ده بنفسك علشان توصل وتحقق أهدافك العقارية. وقبل ما نخلص الفيديو خليني أقول لك كلمتين مهمين جدا. أولا، اللي أنت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، واني اشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الادوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير ان هم يحققوا اهدافهم العقارية. فاهم نصيحة ممكن اقولها لك دلوقتي هي ان المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وانك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي اهم حاجة دلوقتي. وده لان الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ، وازاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين، او حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. واخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج ان هو يسمعها. وخليك عارف ان معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. انا اسمي احمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك افضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.